هيحصل لك ايه لو بقيت قنديل البحر يوم واحد؟ اول ما تولد نفسك هتنزل قد الفشفوشه، وانت هنا ما عندكش بابا وماما، محدش فاضيلك، ومن اول لحظه تولد نفسك فيها هتكتشف مواهبك الجباره، وبتكتشف ان حجمك كله 4 مللي، يعني اصغر من الفشفوشه، وبتعرف ان عندك قدره كل الكائنات بتتمناها، وهي انك بتعيش للابد. طول ما انت في امان هتفضل تكبر واديك عايش، ممكن تظرف لك 300 سنه عيشهم عادي، ولكن بتيجي سمكه تاكلك وتفرتكك حتت. بس ما تقلقش، العرض لسه ما خلصش، لان خلايا الجذع الاساسيه وقعت، وساعتها تروح تلزق في حجر وتستنى تكبر. ولو زهقت وما متش والعمر جري بيك وحسيت بالشيخوخه مسكت في لحمك، قولها بصوت عالي ولا يهمك يا باشا، لانك هتقدر ترجع نفسك نونو تاني وتعمل نفس العمليه من جديد. واخيرا كبرت وبقيت راجل قد الدنيا وعاوز تتجوز، فتتجوز نفسك ولا يهمك يا باشا. ولكن فجأة تكتشف كائن اسمه الإنسان، وده بيهدد حياتك بالانقراض. هتعيش مين يابا مع الإنسان؟ انت ميت. ولا يهمك يا باشا.